يحكى أن خياطاً اسمه سليم كان يعيش في زقاق قديم من أزقة السوق. رجل بسيط، إذا تعب جلس على عتبة بيته ونظر للطريق كأنه يفتش عن معنى الصبر. وكان لسليم عادة لا يتركها. كل صباح قبل أن يلمس الإبرة يفتح دكانه الصغير ويضع أمام الباب أول لقمة يملكها لقط رمادي من قطط الشوارع. لا أحد يعرف من أين جاء القط ولا لماذا اختار زاوية دكان سليم تحديداً، لكن بينهما موعد لا يقال ولا يخلف. سليم يضع اللقمة والقط يأكل في صمت ثم يمضي. كان سليم من الرجال الذين تصدقهم أيديهم قبل كلماتهم، يخيط بثبات وعيناه على العدل، يزن القماش بضمير يقظ ويزيد لمن بدا عليه الحرج دون أن ينتظر شكرا. وفي المساء كانت زوجته مريم تنتظره، امرأة هادئة تعرفه من وقع خطواته قبل أن يطرق الباب، وتعرف أن قلبه يسبق يده بالرحمة. كان لهما حلم بسيط، بيت صغير بعيد عن ضوضاء السوق، نافذة تطل على خضرة وركن يشبه الراحة. ومن أجل ذلك كان سليم يجمع المال قرشا فوق قرش. كان يخفي ما يجمعه في صندوق خشبي صغير تحت بساط قديم، كأنه يخفي بذرة حتى يحين موسمها. وفي يوم قال لمريم: وجدت الأرض وبقي القليل. لكن خلف باب نصف موسد في الزقاق نفسه كان يسكن رجل اسمه قاسم، طويل القامة، قليل الكلام، يبتسم كثيرا، لكن ابتسامته لا تصل إلى عينيه. مر قاسم صباحا ورأى سليم يطعم القط، فتوقف وقال بنبرة تحاول المزاح: خبز جيد تضيعه على قط لا ينفعك. لم يلتفت سليم، واكتفى أن قال بهدوء: جائع مثلنا. فبعض الخير لا يحتاج تبريرا، وبعض القلوب تعطي لأنها خلقت لتعطي. غير أن قاسما لم يرى في اللقمة رحمة، بل رأى فيها فرصة. راقب سليما أياما وتابع الزبائن، وحسب في داخله أن مالا يتجمع وأن حلم البيت يكبر. وفي ليلة اختفى فيها القمر خلف غيم ثقيل ونام الزقاق على صمت بارد، تحرك قاسم كظل يعرف الطريق، لم يكسر بابا ولم يترك أثرا. وفي اليوم التالي عاد سليم إلى بيته بعد غروب الشمس، وشعر أن شيئا في الهواء ليس كما كان. نظرة واحدة كانت كافية ليعرف أن الهدوء قد انكسر. اقترب من مكان الصندوق وركع، فوجد الخشب مفتوحا والفراغ داخله أوسع من أي كلمة. 3 سنوات من التعب ذهبت في لحظة. جاءت مريم ورأت وجهه قبل أن ترى الصندوق، لم تصرخ ولم تلم، فقط جلست بجانبه وأمسكت بيده وتركته ينهار بصمت لا يفضح الرجال. في الصباح ذهب سليم للقاضي، حكى ما حدث بكلام مضبوط وصوت مضبوط، لكنه عاد بخيبة ثقيلة، فلا شاهد ولا كسر ولا دليل يثبت الاتهام. وفي طريق عودته مر قاسم، وقف كأنه جار محب وقال: حتى الصالحون لا يسلمون. ثم انصرف، وفي قلبه راحة من نوع مظلم. ومع المساء جلس سليم وحده على العتبة، الأفكار تدور في رأسه ولا تستقر. ثم سمع خطوات خفيفة. كان القط الرمادي يأتي ببطء. لم يقف القط في زاويته كعادته، بل اقترب من سليم مباشرة. نظر إليه طويلا بعينين فيهما فهم وحزن، ثم شم الأرض عند العتبة كأنه يبحث عن شيء ضاع. فجأة ركض القط خطوات قليلة وتوقف والتفت، ثم ركض ثانية وتوقف والتفت. حركة بسيطة، لكنها كانت تقول بوضوح: اتبعني. وقف سليم رغم تعبه وتبعه في الزقاق الضيق. كان الليل باردا والظلال طويلة، لكن قلبه كان يدق برجاء خجول لا يريد أن يصدق. توقف القط عند باب مخزن قاسم، شم عنده مرتين، ثم دار إلى جانب لا يراه الناس من الطريق. عند جدار قديم، حجر فيه مرتخ وتراب حديث الحركة.
بدأ القط يحفر بمخالبه الصغيرة بإصرار عجيب حتى ظهر طرف قماش أحمر. ركع سليم وأزاح التراب بيدين ترتجفان وأخرج صندوقه. فتح الصندوق فوجد المال كاملا كما تركه. أغمض عينيه لحظة ثم نظر إلى القط نظرة لا تجد كلمات لها. بعض الديون لا تكتب على الورق. ركض سليم إلى القاضي وهو يحمل الدليل والقط خلفه يمشي بوقار. عادوا إلى المكان وحفر الحراس وظهر الصندوق أمام الجميع. خرج قاسم من الباب عندما رأى القاضي والحراس. نظر للصندوق ونظر للقط فسقطت ابتسامته التي طالما لبسها ولم يعرف لسانه كيف يصنع كذبة جديدة. انهار قاسم واعترف وأخذ أمام صمت الزقاق كله. وعاد المال إلى سليم وعادت معه طاقة كانت مريم تفتقدها في عينيه منذ ليلة السرقة. ومرت الشهور وفي ربيع لطيف بني البيت الصغير، نافذة تطل على حديقة خضراء وركن دافع للقط في زاوية الحديقة. كل صباح صار سليم يضع طعام القط بابتسامة، لا كمن يصنع معروفا بل كمن يرد جميلا لا ينتهي، ثم يقول في نفسه: الخير يعود يوم تحتاجه. وفي دنيا الله الوفاء لا ينسى طريقه حتى لو كان صاحبه لا يملك صوتا يشكر به.